شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. عندك فرخة مسلوقة ومحتارة هتعملي بيها ايه النهاردة؟ يلا تعالي معايا وانا اقولك هنعمل فيها ايه ونخليها اكلة جديدة وطعمها تحفة. انا كان عندي فرخة مسلوقة وحطوها في الفريزر، طلعتها فكت وجهزت بصلاية وطماطمايه وقرن فلفل رومي، كلهم قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين شرايح. وبعدين هجهز طاسة على النار فيها شوية زيت، ممكن تستخدمي صينية فرن عادي جدا. هنزل بالخضار ومعاهم فصين توم متقطعين شرايح، وهقلب الخضار كله مع بعضه كده على النار لحد ما يبدأ يسخن معايا، وهنزل عليهم بالتوابل. انا استخدمت توابل ملح وفلفل اسود، كزبرة، كمون، شوية شطة، بابريكا، توم بودر، بصل بودر، وهقلبهم كويس مع بعض كده عشان التوابل تتوزع عليهم كلهم. الوصفة دي تنفع لو انتي مستعجلة في يوم، لو انتي جيتي من شغلك متأخرة مش هتلحقي تعملي اكل، دايما خلي عندك حاجة في الفريزر جاهزة، يعني فرخة مسلوقة، بانيه، حاجة سريعة كده تسهل عليك الدنيا. هنا بقى انا بقلب فيه لحد ما الخضار بدأ ينزل مية كده ويدبل معايا. حطيت الفراخ وهحطهم كلهم كده وهرجع اقلب كده من فوق لتحت. خلي بالك احنا مش عايزين نقلب فيها كتير علشان الفراخ اصلا اوريدي مستوية ومسلوقة اصلا، فمش عايزينها تتهري مننا، احنا بس عايزينها تاخد كده من طعم الخضار، واحنا مش هنسيبها على النار كتير برضو يعني علشان ما تتهريش. بجد جربوا الوصفة ديت، سريعة وسهلة وما بتاخدش وقت خالص، يعني خلال 10 دقايق هتلاقي نفسك عملتي أكلة طعمها يجنن. احنا هنا غطينا عليها لمدة دقيقة، وبعدين هنحط عليها معلقة كبيرة من الصلصة ونقلبها كويس كده مع الخضار والفراخ عشان كله ياخد من بعضه، بس بالراحة وانتي بتقلبي علشان ما تتهريش منك. هنا بقى بعد ما قلبنا هننزل بشوية مية صغيرين ونقلبها تقليبة واحدة، وبعدين اول ما تسخن معانا كده ونلاقيها بتبقبق كده هندخلها الفرن تحت الشواية علشان تاخد لون. اهم حاجة لما تدخليها الفرن كده سيبي شوية من الخضار على الوش، يعني ما تنزلهمش، يعني وهي الفراخ بتاخد لون كده وتتشوي هتلاقي الخضار بدأ يتكرمل معاكي ويبقى شكله تحفة زي ما انت شايفة كده. هنا بقى طلعنا الصينية من الفرن شكلها كأنها مشوية، محدش يعرف ان هي كانت مسلوقة عادي. وصفة سهلة وسريعة ومخدتش وقت خالص، يعني ربع ساعة كنا محضرين وصفة كاملة متكاملة، شكلها يفتح النفس وطعمها يجنن، والصوص ده بالذات يعني تاكل كده وحده، يعني ممكن ناكل معاها رز بشعرية، ممكن مكرونة محمرة، ممكن تكون هي لوحدها خالص من غير حاجة، شوية عيش بلدي على شوية مخلل، وتبقى بصراحة أكلة تحفة جدا. انا هنا قدمتها مع رز بشعرية، يلا جربوها وهتدمنوها ومش هتبطلوا تاكلوها ولا تعملوها. وما تنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.